أدى حادث مروري مروع إلى وفاة 6 أشقاء، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركزة في حالة خطرة. ووقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما توفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمره. وقال شقيق المتوفيين محمد سالم الغامدي خلال عودة أسرتي من المدينة المنورة للباحة وعند وصولهما للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم توفي فيه 6 أشقاء، أكبرهم في 17 من عمره وأصغرهم 2.5 ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نقل أبي وأمي وابنتان ريناد ومنيرة وابن سلطان للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبد العزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف.